على الاجتماع في 12 من شهر ربيع الأول من كل عام لتعظيم مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بقراءة ما تيسر من القرآن الكريم ورواية الأخبار الواردة في مبدأ أمر النبي صلى الله عليه وسلم وما وقع في مولده من الآيات والخوارق. وهذا من البدع الحسنة التي يثاب عليها صاحبها لما فيه من تعظيم قدر النبي صلى الله عليه وسلم وإظهار الفرح والاستبشار بمولده الشريف. فمن تحرى في عمله المحاسن واقتصر فيه على ما يفهم الشكر لله تعالى من التلاوة والإطعام والصدقة وإنشاد شيء من المدائح النبوية والزهدية المحركة للقلوب إلى فعل الخير والعمل للآخرة، فهذا هو الذي يحمد فعله ويشكر على صنيعه. وأما ما يتبع ذلك من السماع واللهو وغير ذلك فينبغي أن يقال فيها ما كان من ذلك مباحا بحيث يقتضي السرور بذلك اليوم فلا بأس به، كما أفاد الحافظ ابن حجر. ولأجل كل ذلك اهتم الشيخ أحمد كرام مكي بشأن المولد النبوي الشريف اهتمامه بسائر المراسيم والأعياد الدينية، فنهج في تعظيمه منهج أسلافه الكرام آبائه وأجداده، ونحى في الاحتفال به منحات أهل الفضل والحيطة، ملتزما بالشروط والضوابط التي وضعها العلماء حديث قديما. وزاده الشيخ أحمد بامبا مكي توضيحا في كتبه حيث يقول: فمن تعامى هيأ لمن له قد قرأ مبجلا فخبأ خيرات أهل الهمم، ومن على شيء قرأ مولد سيد الورى تبركا فسيرى نموه بالفدغن. وإن على ماء قري مولد خير البشر فالشرب بالمطهر يكف كيد المرغن. ينور القلب الشراب من ذلك الماء بالمجا، والقلب يحيي دون عاب عن شقاء يحتمي. إحياء مولد البشير يحيي العيال والديور، فيه شفاء للصدور لكل هاد ينتمي. صلى على خير البشر باق يديم للبشر بالآل والصحب الدرر مع سلام وحده. على المنتقى خير البرايا محمد. ثانيا الاحتفال بمناسبة غيبة الشيخ الخديم في البحر. يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ويقول سبحانه وتعالى في آية أخرى: أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتدح. وقد قدم النبي صلى الله عليه وسلم
المدينة المنورة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فسألهم عن سبب صيامهم له فقالوا هو يوم أغرق الله فيه فرعون ونجى موسى عليه الصلاة والسلام فنحن نصومه شكرا لله تعالى. فقال صلى الله عليه وسلم نحن أولى بموسى منهم فأمر صلى الله عليه وسلم بصيامه. ويستفاد من تلك النصوص أن المسلم يجوز له إذا أنعم الله عليه بنعمة أو حدث له نعمة جديدة أن يحدث لتلك النعمة شكرا كما قال سبحانه وتعالى وأما بنعمة ربك فحدث. الشيخ أحمد بامبا رضي الله تعالى عنه قد أنعم الله تعالى عليه بترشيحه وتقبله خديما لخير الخلق وسيد ولد آدم سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك أكبر نعمة أنعم الله بها على الشيخ بعد نعمة الإسلام والإيمان، فكان حقا عليه وعلى أتباعه ممن هداهم الله به ووفقهم للسلوك على يديه أن يحمدوا الله تعالى ويشكروه على ما أولاه وأولاهم من النعم التي تكل الألسن عن عدها والأقلام عن عصرها. كما قال الشيخ أحمد بامبا عليه من الله الرضوان خرجت يوم السبت 18 لخدمة المختار في شهر صفر. وقد دأب الشيخ أحمد كرام بك بحكم كونه واحدا من الأسرة الخديمية ومريدا من مريديه المخلصين في خدمته والفانين في محبته، دأب على إحياء ذكرى نفي الشيخ الخديم مع المحبين له، ويجند كل عام كل ما أوتي من إمكانيات مادية ومعنوية في سبيل إنجاح ذلك. كما ينتهز فرصة هذه المناسبات لإلقاء محاضرات يتناول فيها مواضيع شتى دينية واجتماعية سياسية ووطنية لتوعية الأسرة المريدية وتثقيفهم وتوجيههم إلى ما فيه سعادة دنياهم وأخراهم على حد سواء. ثالثا
محاضرة ملعب مرويس جاي بمناسبة عيد ميلاد المسيح عليه الصلاة والسلام. وكذلك يقوم المرشد الكبير بإحياء ذكرى ميلاد المسيح عيسى بن مريم عليه السلام في كل عام في ملعب مرويس جاي لأهداف تربوية كثيرة. من أبرز تلك الأهداف أخلاقيا محاولته لصرف الشباب والشابات وعطفهم عن ارتياد أماكن اللهو والرقص كالكازينوات والبارات وغيرها من الأماكن التي خصصت للترفيه اللا أخلاقي واللا ديني. وهذا وحده كاف في إبراز الأبعاد والأفكار النبيلة التي تحمله رسالة الشيخ أحمد كرام بكي ذي النورين. وقد بدأ الشيخ هذا الاحتفال منذ عام 1998 يحضره وفود كثيرة. من أبرز تلك الوفود وفد الحكومة، وكذلك وفد من الكنيسة الكاثوليكية السنغالية تعبيرا منهم عن اغتباطهم بأفكار الشيخ وما تحمله من أبعاد طويلة عن السماحة الدينية والتعايش السلمي بين الإسلام والمسيحية. ومن مظاهر إسهامات الديوان في الشؤون الاجتماعية انتدابه بأمر من الشيخ لتنظيف عديد من المقابر العامة في طوبى وفي العاصمة دكار وغيرها. فنظرا لمشروعية زيارة القبور والحث عليها، فإن بعضا من المسلمين يرتادون يوميا المقابر لزيارة موتاهم والدعاء لهم والتذكر والاعتبار بهم. فعلى هذا فمن المستحسن لدى كافة الناس الاعتناء بنظافتها وإزالة كل ما حولها من الأذى والأشواك مما قد يكون عائقا أمام الزوار عن أداء مهمتهم في طمأنينة وراحة. فالمرشد الشيخ أحمد كرا بما أوتي من شعور إنساني وأفكار اجتماعية لا يألو جهدا في الاعتناء بأمر المقابر تهيئة وتنظيفا، تكنيسا وتنظيما، ودأب على أمر طلابه ومريديه بالاعتناء بنظافة المقابر، فكان ذلك سببا لقيامهم
بهذه الأعمال العظيمة والإنجازات الكبيرة في المقابر، فحققوا هم وحدهم بذلك أعمالا اجتماعية مشتركة بين سائر المواطنين. وقد نظفوا كلا من مدينة طوبى ومقابر طوبى، وكذلك بعض المقابر في العاصمة دكار كمقبرة يوف ومقبرة أباتوار وكذلك مقبرة زيغنشور. فلهم من المجتمع السنغالي جزيل الشكر، ثم الله يتولى جزاء الشيخ وجزاء الديوان. الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاه العليم القابض الباسط الخافض المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الرقيب المجيب الواثق الحكيم الودود المجيد البائد الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدع المعين المحيي المميت الحي القيوم الواجب الواجب الواحد الصمد الخاتم الاول الاخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والاكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الدار الرافع الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء ولئن Touba